الميم الساكن تعريفها هي الميم الخالية من الحركة، تقع في وسط الكلام وفي آخر الكلام، يعني الكلمة لا يمكن أن تبتدئ بميم ساكنة. طيب وين موقع الميم؟ موقع الميم في وسط الكلمة أو في آخر الكلمة، ويأتي بعدها جميع الحروف الهجائية ما عدا حرف الألف، لا يمكن أن تأتي ميم ساكنة وبعدها حرف ألف. ما هي أحكام الميم الساكنة؟ للميم الساكنة 3 أحكام: أولا الإخفاء الشفوي، 2 الإظهار الشفوي، 3 الإدغام الشفوي. الإخفاء الشفوي يكون عند وقوع حرف الباء بعد الميم الساكنة. شنو حكم إذا أجتني ميم ساكنة وبعدها باء، شنو حكم الميم هنا؟ نقول عليه إخفاء شفوي. طيب ليش يسمى بالإخفاء الشفوي؟ لأن الميم والباء مخرجهما كلاهما من الشفتين، ولهذا سمي الإخفاء الشفوي. مثل ترميهم انتهت بميم ساكنة، بحجارة ابتدأت بباء، فجاني ميم ساكن وبعدها حرف الباء، شنو الحكم؟ مباشرة راح نقول إخفاء، الإخفاء الشفوي. بغنة لو بدون غنة؟ لا، يجب إعطاء الغنة. فنقرأ هكذا: ترميهم بحجارة، هكذا نقرأ. هذا بالنسبة إلى الإخفاء. أما الإدغام الشفوي، الإدغام الشفوي هو حكم من أحكام الميم الساكنة، يكون عند وقوع ميم متحركة بعد ميم ساكنة. تجيني الميم الساكنة وبعدها ميم متحركة، شنو الحكم اللي راح يصير عندي؟ راح يصير عندي إدخال الميم الأولى في الميم الثانية، وهو هذا الدرس أخذناه بالمتماثلين، إذا الحرف يندغم بمثيلة راح يكون إدغام متماثل. بغنة لو بدون غنة هنا بالميم؟ لا، يجب إعطاء صفة الغنة. يعني مثلا لكم انتهت بميم ساكنة، ما كسبتم ما ابتدأت بميم متحركة، فيجب هنا إدغام الميم الساكنة في الميم المتحركة. فنقرأ هكذا: لكم ما كسبتم، أعطينا الغنة أيضا. أما الحكم الثالث هو حكم الإظهار الشفوي. إذن كم حكم صار عندي للميم الساكن؟ الإدغام الشفوي، الإخفاء الشفوي، وهسه الإظهار الشفوي. يكون عند وقوع أحد الحروف الباقية ما عدا الباء والميم، كل الحروف إذا تجيني بعد الميم الساكنة قبل شنو حكمها؟ نقول حكمها إظهار شفوي. إظهار شفوي يعني أحكام الميم الساكنة تكون 3: تدغم الميم مع الميم المتحركة، وتخفى الميم مع الباء، وتظهر مع بقية الحروف. الإظهار يكون بدون غنة.